دمتم مساء أينما كنتم. إيكونوميا تفتح الليلة ملف المشهد الإعلامي بالمغرب بعد تجربة التحرير. أي إنتاجات بأية جودة وبأية إمكانيات. أما تحقيق ثاني فغادي يتكلم على الأعراس بالمغرب، كم تكلف، من ينظمها، وهل الخدمات المقدمة في مستوى الأسعار المطبقة. أما الفقرة الثالثة فغتناول المقاولة النسائية بالمغرب، أي حضور وأي إكراهات في ظل الأزمة الاقتصادية. التفاصيل بعد الموجز. يتناول الروبورتاج الأول القطاع السمعي البصري بالمغرب. هذا القطاع اللي كيحتوي تقريبا على 600 شركة إنتاج، منها 120 شركة مكلفة ببرامج التلفزيون. وهذا القطاع كيطلب ميزانية ضخمة نظرا لتكاليف الإنتاج المرتفعة اللي كتدخل فيها المعدات التقنية المتطورة وكتشغل عشرات الآلاف من مناصب الشغل. كيفاش يمكن تطور صناعة الإنتاج؟ واش هذا المجال فيه الكفاءات التقنية الكافية؟ أما الروبورتاج الثاني فيتناول موضوع حفلات الزواج. هناك في المغرب أرقام تقديرية كتقول بأن 300 ألف عرس كيدار في المغرب سنويا، وهذا القطاع كيشكل فرص عمل بزاف د الناس. واش هذا الحرف كتحتاج لاستثمارات كبيرة؟ واش كاينة معها مهنية؟ وأخيرا سوف نستضيف السيدة ليلى ميارة رئيسة جمعية النساء المقاولات بالمغرب. واقع الإنتاج التلفزي بالمغرب بعد تجربة تحرير المشهد السمعي البصري في 2005. الإنتاجات بأية إمكانيات بشرية وتقنية، وهل جودة الإنتاجات ترقى لمتطلبات المشاهد المغربي؟ هذا ما غادي نتعرفوا عليه ضمن التحقيق الأول من إيكونوميا. القطاع السمعي البصري في المغرب قطاع حيوي، كيبلغ رقم معاملاته حوالي 254 مليون درهم. تقريبا 600 شركة إنتاج في المغرب كتقدم خدمات إعلامية، منها 120 شركة مكلفة بالبرامج التلفزيون. شنو هو رأي المشاهد المغربي في الإنتاج السمعي البصري الوطني؟ مقارنة الإنتاج المغربي هو إنتاج ضعيف مقارنة مع القنوات العالمية من ناحية الجودة، من ناحية المضمون. داكشي الميول ديالي أنا بعدا ما كاينش، ما بقيتش برامج مغربية. بالنسبة لكاين الشباب كيبغيو يعني خصنا داكشي ديال الهاي تك، خصنا داكشي ديال يعني الدراري الشباب اللي طالعين اللي الميول ديالهم هو التكنولوجيا الجديده، خصنا برامج ديال هادشي. بخصوص المسلسلات بحال كاين شويه ديال التكرار، ديما المدبلجه، ديما انتاج وطني يكون افضل. انتاجات مغربيه محضه يعجبونا بزاف، وبالنسبه للفكاهه ما تكونش مقتصره غير على رمضان وصافي، تكون طيله السنه. عندنا تبارك الله يعني مخرجين في المستوى، ممثلين في المستوى، وكنتمنى ان شاء الله اللي جاي يكون احسن من اللي مشى. بالنسبه للانتاجات باقا ضعيفه، لا تقنيا ولا فنيا ولا ماديا. صناعة الإنتاج السمعي البصري كتطلب ميزانيات ضخمة نظرا لتكاليف الإنتاج المرتفعة اللي كتدخل فيها المعدات المتطورة واللي كتشتغل فيها عشرات الآلاف من مناصب الشغل. كيفاش يمكن تطور صناعة الإنتاج؟ واش هذا المجال فيه الكفاءات التقنية الكافية؟ هذه 8 الصباح في استوديو التصوير التلفزي بضواحي الدار البيضاء. المخرجة زكية الطاهري والمنتج المنفذ كيحدوا خطة عمل هذا اليوم من تيتكوم. مشاركة عدد كبير من التقنيين في تخصصات مختلفة، بالإضافة لمجموعة من الفنانين تحت إشراف مخرجة هذا العمل. مدام بوزروق لا راديوثيرابي واجدة، تفضلي معايا. سي سيت بلاص لا تكادوني ما دوني سيت بلاص. تفضلي معايا. J'attends qu'elle passe, je la regarde passer. On doit intégrer dans notre manière de travailler le développement des projets. C'est des cases qui ne sont pas encore dans la production marocaine et notamment en télévision qui sont essentielles. Qu'est-ce que ça veut dire développer? Ça veut dire donner de l'argent pour écrire, pour anticiper sur les projets. On l'attend s'il vous plaît. On fait les retouches, les activer, on tient s'il vous plaît. فريق العمل التقني مكون من حوالي 50 تقني في تخصصات الصورة والصوت والديكور والأكسسوار. واش كاين كفاءات تقنية كافية في هذا المجال لتطوير صناعة الإنتاج؟ On n'est pas dans un état d'industrie où on peut appeler 20 scénaristes, trouver 15 chefs-op formidables, c'est pas vrai. On est encore dans une dynamique qui est en train de se développer, qui est de plus en plus intéressante et importante. Mais voilà, on émerge dans tout ça et on met en route une vraie industrie. قلة الكفاءات في بعض التخصصات التقنية
كتفرض على المنتج المنفذ أمين بن جلون الاستعانة بكفاءات أجنبية. الإطار الأجنبي il est intéressant quand il apporte la compétence اللي ما غاتكونش في المغرب mais c'est pour des choses qui sont spécifiques. Il peut arriver des fois que pour certaines publicités, certains films, certaines séries télévisées, on ait besoin d'une compétence particulière parce que des fois on fait des productions nouvelles pour le Maghreb. Si on produit une telenovela comme ça nous est arrivé il y a 2 ans de cela maintenant, on a fait appel à des conseillers étrangers parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait au Maroc. هذا الأمر كيرفع من كلفة الإنتاج اللي كتعتمد بالأساس على مصادر التمويل العمومية. Je pense qu'il faudrait plus d'investissement du secteur privé, soit peut-être sous forme de chaîne de télévision, mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, je pense que sans secteur privé, il est difficile qu'on arrive à un niveau d'investissement nécessaire pour avoir des productions. Qu'à savoir les pays qui réussissent à exporter leurs produits, la Turquie par exemple, qui est un très bon exemple, où ces dernières années, ils ont réussi à exporter leurs séries télévisées dans l'ensemble du monde arabe. Ils ont des budgets qui sont des fois 10 fois supérieurs à nos budgets, nous, de séries télévisées ou de téléfilms ou de choses comme ça. ميزانية سيتكوم من 30 حلقة ديال نصف ساعة ممكن توصل لحوالي 10 مليون درهم. حول ملائمة ميزانية من هذا الحجم من مصاريف الإنتاج طرحنا السؤال على عبد الله العبداوي اطار بشركه الانتاج اللي رافق جل مراحل العمل. هذا الدومين عليه كثير من الناس ما كيعرفوش ان راه يعني واحد المجموعه من المهن كترافق العمليه ديال التصوير. هما كيشوفوا العرض اللي هو جاهز، راه كاين ناس تقنيين محضرين كيكونوا في بلاطو، كاين ناس اللي كيهيئوا من قبل، كاين الجانب ديال التقنيه، المصورين، الصوت، الصناع، الحرفيين، الناس ديال الديكور، الناس ديال الجانب ديال الايواء والطبخ وتهيئه الظروف العامه، الجانب ديال النقل، يعني كيخدموا معنا الناس اللي كيبيعوا البنزين، كيخدموا مع الناس اللي كيكريو الماتيريال. واحد المجموعه ديال الكفاءات وديال المهن كلها كتضاف الجهود ديال مهن كثيره كتدخل في عمليه الانتاج، منها الفنان او الممثل اللي كيطمح لمزيد من الاهتمام في علاقته بالمنتجين. كاين واحد شويه ديال لا مبالاة بالممثل، غادي نختارو الا ما تفاهمتش معاه ولو انه صالح للدور، وما تفاهمتش معاه ما بغاش ينزل في الثمن او ما بغاش يعطيني وقته كله، او شوف الحاجه اللي ما كاينش زعما ما غنلقاوش ان تيغان دونطونط، غادي نحيدو ونجيب واحد اخر وصافي. تحسين العلاقه مع المنتجين هو مطلب للتقنيين المشاركين في الانتاجات السمعيه البصريه ايضا. احنا الان بمقر النقابه الوطنيه لتقنيه السينما والسمعي البصري. على يسار الشاشه مصطفى الزراوي رئيس النقابه اللي كتشتغل بتنسيق مع جمعيه مقاولات السمعي البصري على تطوير وهيكله هذا القطاع. وخص هذه العمليه راه هضرنا مع الجمعيه ديال لاسيزا اللي هي كتشمل واحد العدد كبير ديال الشركات، اننا غنشتغلوا مع انصومبل، لانه العمليه ديال الكونفونسيون كوليكتيف ماشي انت كتجيب كونفونسيون كتفرضها على الاخر، لا كاين فيها تفاهم. غادي نعطيهم شنو شروطنا حنا ونشوفوا التفاهم ديالهم ونخرجوا نبقاو تيران دونطون. فوالا وهذه العمليه خاصها تنبثق من هذا الكونفونسيون كوليكتيف، تنبثق منها العقد النموذجي. حاليا حنا كنفكروا انه في الاتفاقيات الجماعيه اللي غادي نصوبوا مع المنتجين وداك الشيء تكون فيها شروط على ما لك وما عليك، يعني المنتج ما له وما عليه والتقني ما له وما عليه. انتقلنا لوحده الانتاج بمقر الشركه المنتجه من كتتم عمليه المونتاج والميكساج. مسؤولة وحدة الإنتاج كتوصل للموظف عادل بعض التوجيهات المخرجة في هذه العملية. 9 سيكونس خصنا نمشيو اون باراليل مع التورناج. هذا ديال البارح. هادو لي سيكونس اللي صوروا البارح خصنا نمشيو اون باراليل مع التورناج، دونك خصهم يتمونطاو باش غنسيفطوهم سور دي في ديال لا رياليزاتريس بور لا فاليداسيون. داكور. صافي. مرحلة المونتاج مرحلة مهمة في الإنتاج، كتطلب كفاءة ومهنية. واش كاين في هذا التخصص العدد الكافي من الكفاءات لمواكبة مختلف الإنتاجات؟ في العشر سنين الأخيرة تضاعف هذا العدد، ولاو الخريجين ولاو بعدا غير المعاهد ديال مهن السينما تضاعفت بزاف، خصوصا هنايا في دار البيضاء أو في مراكش في ورزازات. قبل كانوا معاهد معدودة على رؤوس الأصابع، دابا أظن أنهم فاتوا 30 أو 40. بطبيعة الحال كاين واحد التفاوت ما بين معاهد وأخرى،
هذا كي في الحصيله النهائيه ولا في النتيجه كيكونوا خريجين حتى هما متفاوتين الخبرات. تفاوت في الخبره والكفاءه كيفرض تفاوت في التعويض المالي للتقنيين، وهذه عوامل محدده في اختيارات المنتجين. المنتج كيشوف الناس اللي غادي يكونوا متماشيين مع البرودوي اللي باغي يخرج. يعني المنتج الى غادي يلقى بطريقه ما كيفاش ممكن انه ينقص من التكلفه ديال المنتوج ديالو، راه غيمشي لهذا الاتجاه، ولكن ماشي على حساب لا كاليتي. من بعد المونتاج كتجي عمليه الميكساج او توضيب الصوت اللي كيشرف عليها المهندس سعيد. بالنسبه ليه التكوينات المتواجده في هذا التخصص غير كافيه وكتتطلب مزيد من التكوين المستمر والاحتكاك بالاجانب. ولحسن حظنا اننا ديك جغرافيا كنتواجدوا بجانب الفرنسيين اللي كيتعتبروا في العالم يعني شنو نقول المعلمين بمصطلح يعني ديك العامي ديال الصوت اللي كنستافدوا بعض المرات منهم وكيجيبوا لنا تجارب، كيجيو يديروا لنا دورات تكوينيه، لان مهما قمنا هنا بالتكوينات في المغرب كيبقى داك الشيء يعني مجرد مسائل نظريه اللي كنضطروا باش نواكبوها وباش نديروا لها التحيين، يعني ديك لا ميزاجور على يد هاد الاجانب اللي كيجيو عندنا. قطاع السمع البصري في المغرب كيتطور تدريجيا وكيوفر عشرات الالاف من مناصب الشغل. هو قطاع كيتطلب استثمارات عاليه بالاضافه للكفاءات التقنيه في مختلف التخصصات، باعتباره صناعه كتحتاج المزيد من الدعم والاهتمام للرفع من مستوى وحجم الانتاج. إذا بعد هذا التحقيق حول واقع الإنتاج التلفزيوني والسمعي البصري في المغرب، يستضيف اليوم برنامج إيكونوميا محمد بالغوات المدير العام للمعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما بالمغرب. مرحبا بك وهنيئا لنا بهذا المعهد اللي أخيرا خرج لوجود باش يعزز المشهد السمعي البصري من حيث الكفاءات التقنية والمهنية. سي بالغوات، منذ تحرير المشهد السمعي البصري بالمغرب في 2005 شنو الإضافات النوعية اللي عرفها المشهد اليوم؟ اولا التحرير فعلا بدا يعني وتغيير المشهد السمعي البصري بدا في بدايه 2000 على مستوى الترسانه القانونيه. كاين هناك مجموعه من النصوص اللي عزت هذا القطاع وبالاخص قانون السمعي البصري 77/03 اللي حدد لاول مره الاطار العام فاش كتشتغل المؤسسات والمقاولات الإعلامية. الحاجة الثانية هو على مستوى المراقبة. ذات واحد الهيئة ديال المراقبة اللي هي الهيئة العليا للسمع البصري اللي هي كتراقب مدى احترام دفاتر التحملات اللي جات كذلك شيء جديد في المغرب ويمكن كاع في المحيط ديالنا، لأنه دفاتر التحملات أنا قنوات عمومية كتشتغل بواحد دفتر التحملات اللي هي التزامات تجاه المواطن، بمعنى ان خدمه عموميه كتقدم وفي المقابل الدوله كتعطي امكانيات لهذه المؤسسات ديال شركات الاذاعه والتلفزه. بالاضافه كذلك على مستوى الكميه اذا بغينا نشوفوا الانتاج تحقق فيه مجموعه من الاشياء، قفزات نوعيه. اولا شركات الانتاج الخارجيه كانت تقريبا في حدود 10 ديال الشركات، الان اصبحت عشرات شركات، 600 شركة إنتاج، 120 منها متخصصة غير في التلفزيون مثلا. نعم. بالإضافة إلى هذا العدد هذا يعني كتشتغل في مجال السينما ولا هي كثيرة. إذا هذا كذلك قفزة نوعية. كيبقى الجدوى إلى غير ذلك يمكننا نناقشوا هذا نعم المسائل. هذا على مستوى الجدوى، لأن هذا التحرير ديال المشهد كان الهدف منه أنه التجويد، يعني أنه يصير عندنا واحد المنتوج تلفزي وإذاعي أكثر جودة. اليوم واش تحقق هذه المسألة؟ ولكن كانت واحد القناعة عند واحد المجموعة الفاعلين في القطاع هو أنه ونظرية هذه تقريبا هي أنه نراكموا التجارب ونخليو القطاع يشتغل بواحد العفويه الى ان نحققوا واحد التراكم اللي غادي يعطيونا بشكل طبيعي واحد النوع من الجوده. فعلا يمكن تقولي لي بانه هذا التراكم طال سنوات طالت وما وصلناش للجوده المبتغاه، ولكن كنعتقد بانه هذا تحرير القطاع ما يمكنش يندار. الجوده توصل فقط بتحرير القطاع. المسائل القانونيه خصنا موارد بشريه كفءه وقادره على ذلك. لما كنشوفوا مثلا بعض المهن ما كاينش
انا شفت يعني قبل ما نجي شفت عدد الناس اللي خذوا البطاقات مثلا الاحصائيات ديال الرسميه على مستوى مهندس الصوت كاين 6 الناس. اذا عندنا ضعف في الكفاءات التقنيه. كاين مديرين تصوير قليلين جدا الى غير ذلك من الكفاءات اللي خصها باش نوصلوا لواحد الجماليه الصوره. هذا انا كنهضر على لاسبي بلاستيكي الجماليه، بالاضافه الى المضمون على مستوى الكتابه. الاجناس كلها ديال الاذاعيه او التلفزيونيه في حاجه الى تمرس. كاين الان واحد رغبه في اصلاح هذا القطاع. كيف قلت بدات تقريبا من بدايه الالفينات بدات، وكاين يعني بشكل مستمر كاين رغبه في اصلاح هذا القطاع. اذا شنو بقى؟ خصنا كل عناصر القطاع تكون في نفس المستوى على اساس نوصلوا لواحد المستوى رفيع من الجوده. ما يمكنناش نتكلموا على عندنا ممثلين مخرجين، وكتلاحظوا بان كثير من السنوات كانت نفس الوجوه اللي عيات والى غير ذلك، وما كانش واحد جيل جديد. فتخلقات واحد المؤسسه اللي كونات واحد المجموعه من الشباب الان اللي حاضرين بقوه في القنوات التلفزيونيه او في السينما. اذا كاين شباب، كاين وجوه، كاين ممثلين، كاين تقنيين يعني عندهم كفاءات، ولكن كنقول انا بعض المهن لا زالت في حاجه. لما كنتكلموا الكتابه لا زالت في حاجه الى دعم والى كفاءات جديده. اليوم نتحدث عن تأهيل حقيقي للواقع ديال المشهد السمعي البصري في المغرب، كنرفعوا من الامكانيات والطاقات ديالو. هذا في الوقت اللي التحرير جاب لنا واحد تفرع ديال قنوات القطب العمومي، صارت عندنا واحد الباقه ديال 10 ديال القنوات. هذا يعني كيرضي يعني واحد المتطلبات يعني ديال العدد ديال الزبناء. ولكن اليوم كما شفنا مثلا في التحقيق انهم هاد اصحاب المشاريع اللي ينخرطوا مع في الانتاجات التلفزيونيه انهم كيعانيوا، يعني ما عندهمش دي ستاف فرق عمل يعني اللي كثيره، بل احيانا بعض المنتجين انهم كيلجؤوا الى موارد يعني خارجيه باش يكون ذاك المنتج ديالهم في المستوى المطلوب من حيث الجوده، لان الكاي تشارج كيلزم عليهم واحد الجوده يعني كبيره. اذا كاين البدايات كانت لمده سنوات الكل كينتج، الكل جميع الامكانيات متاحه، واي واحد بغى يدخل لهذا القطاع وكنعرفوا اسماء وشركات وهذا دخلوا لهذا القطاع كان هذا القطاع ما كانش عنده واحد المجموعه من القواعد. نعم. الان وصلنا للتراكم، احنا مازال ما وصلوا للتخليق، كاين تراكم الحمد لله، كاين تراكم. إلا لاحظتوا بانه شحال هذه كنا كنتكلموا على النقاش ما كانش عندنا، كنا كنتكلموا على 70% من برامج او شبكات برامج القنوات هي اجنبيه. نعم. و30% الان واش كنشوفوا شي برنامج اجنبي في القنوات ديالنا. نعم. اكثر من هذا صبحنا كيف قلتي عندنا مجموعه من القنوات الوطنيه اللي هي انتاج وطني. اذا هذا في التراكم، وكذلك استجابه رغبات ديال المشاهد اللي هي كانت ملحه وتبينات بانه كاين الجمهور كيلجا لبعض القنوات الفضائيات الى غير ذلك. اذا الان ما كاينش قناه اللي كتجاوز 5% من المشاهده. ما يقولناش شي واحد بانه كاين المغاربه كيهربوا وكذا اخره. كاين مشاهدين اللي هما كيشوفوا قنوات ولكن قلائل، كل واحد كيشوف. لما كنجمعوا هذا الشيء كنقولوا 50% ديال المغاربه كيشاهدوا قنوات، ولكن شحال من قناه؟ 20 30 قناه. ولكن الحمد لله هو انه كاين المغاربه كيشوفوا القنوات ديالهم. عندنا انتاج وطني، عندنا تراكم. بقات المساله ديال اللي قلتي هي الجوده. هذا الانتاج التلفزي هو استثمار مكلف جدا، وماشي جميع المقاولات اللي تشتغل في الانتاج السمعي البصري عندها هذه الامكانيات القويه، والدليل انها دخلت في شراكات يعني ديال انتاج مشترك مع قنوات القطب العمومي. اليوم كيجي المعهد العالي لتقنيات الاعلام السمعي البصري والسينما باش يأهل هذا المشهد من حيث ويعطيه الطاقات التقنيه والفنيه اللي غترفع من الجوده المطلوبه واللي كيطلبها المشاهد في القنوات ديالو. هذا الاستثمار بكم يقدر؟ شنو غادي يكون ووقتاش غادي ننطلق فعلا التكوين في هذا المجال؟ اولا احنا ما جيناش يعني كمنافسين، احنا جينا بعد 3 دراسات ديال الجدوى مع خبراء عالميين، درنا دراسات ومع اشراك المهنيين. يمكن نقول لك بانه من ضمن المجالات القليله اللي تبنى فيها واحد المؤسسه جامعيه اللي شاركوا فيها
المهنيين، وكان الطلب اللي توقع اللي في البدايه على اساس تكون هذه المؤسسه هما المهنيين. اذا جميع المهنيين هما شركاء في هذا المشروع. اول شيء هذه ضمانا النجاح ربما في المشروع. اول شيء لا ما كانش يمكن تصور اخر من غير هذا، غير الشراكه. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني هو انه جينا نكملوا ما كاين في السوق المغربيه من تكوينات في المجال ديال السمعيه البصريه. اذا عطينا فكره على التكوينات وشحال غيكون ديال التكوين في كل صنف سنويا. التكوين هذا معهد عالي يعني مصنف ضمن المعاهد والمؤسسات الجامعيه الغير التابعه للجامعه، بمعنى انه هو الان كيتوجد في تحت الوصايه ديال وزاره الاتصال على المستوى الاداري والتعليم العالي على مستوى البيداغوجي. اكاديمي. الحاجه الثانيه هو انه غادي يعطي تكوين في 6 ديال التخصصات. تخصص مجال الكتابه، مجال الانتاج، مجال ما بعد الانتاج، المجالات ديال اللي هي تقنيه هي الصوره والصوت. اذا هذه المجالات كلها غادي تكون فيها ليسانس مهنيه، وغادي تكون ماستر، وغادي يكون دبلوم ديال المهندس في جوج ديال التخصصات. قلنا السي بالغوات بكل صراحه من بعد ما درتوا الكونكور واش لقيتي واحد الطاقات يعني اللي ممكن انها تعطينا الامل مره اخرى في المشهد السمعي البصري وفي الانتاجات يعني السمعيه البصريه في البلاد؟ انا تعلمت يعني في المهنه ديالي كاستاذ جامعه اولا وعاد في المجال الاداري وهذا انه التريث قبل ان الانسان يصدر شي حكم. الان هذا اول احنا فتحنا المباراه يعني وما درناش يعني شي اشهار كثير، وهذا فتحنا المباراه جاونا تقريبا واحد 1000 ديال طلبه في ظرف وجيز جدا، واختارينا منهم 45 طالب، ولكن تبينا بانه بزاف ديال الطلبه جاو كاين اللي باغي يدوز مباراه البحث على شغل، كاين البحث عن شغل، كاين اللي باغي عنده رغبه، وحنا ما بغيناش ندوزوا الناس مباراه، بغينا الناس اللي عندهم رغبه. نعم. وخصوصا واحد الحساسيه وميول فني. وجدنا بعض الشباب اللي عندهم هذا الطموح، ولكن تفاجئنا بعد المباراه بانه اسر كثيره يعني وشباب اللي اتصلوا بنا كيقول لك حنا ما كانش غفلتونا، ما كانش خبرنا. اذا غادي نديروا اذا مباراه ثانيه. المباراه الثانيه فقط لماذا؟ لانه كاين بعض الشباب اللي اختاروا مثلا شعب، هو جاي شعبه علميه واختار مثلا شعبه مثلا تخصص اخراج او انتاج الى غير ذلك. كاين كذلك وقع العكس، فبالتالي كان من سيكون هذه الطاقات المستقبليه واللي عندنا امل انها تكوين باش ما نكونش المشهد ما نكونش متناقض مع نفسي. نعم. لانه قبيله درنا واحد تكلمنا على القطاع، على الخصاص اللي كاين في القطاع، وبكل صراحه يعني على مستوى التكوين غادي يكون عندنا في بعض التخصصات غادي يكون عندنا خصاص ديال المؤطرين المكونين. كاين فعاليات مغربيه في بعض المجالات يمكن لهم يساهموا، ولكن احنا مضطرين انه نبحثوا كذلك على بعض الفعاليات خارج الوطن، ولقينا بعض المغاربه اللي كيعيشوا في امريكا او فرنسا عندهم استعداد او غيرهم عندهم استعداد للتحقق. بقى فقط انه المقابل والتعويض المادي باش يمكن لك تجيب هذا تغريه باش يجي يقري هذا الاغراء. احنا لقينا بعض الطرق اللي يمكن غادي تساعدنا على اساس انهم نستقطبوا فعاليات في المستوى. وحنا يعني هذا المعهد من البدايه اختارينا انه نكونوا واحد الجيل جديد اللي قادر يبحث على نفسه في القطاع، ولكن كذلك قادر يعطي واحد المنتوج في مستوى التحديات والمتطلبات ديال المغاربه. كنتمنى لكم التوفيق في هذه المهمه ديال التكوين ديال الجيل الجديد من الاطر التقنيه والمهنيه والفنيه ديال المشهد السمعي البصري في بلادنا، وكنتمنى اننا ايضا يعني في برامج اخرى نكونوا بطاقات اكثر واعده واكثر مؤهله. شكرا سي بالغوات. كندعوك تشوف معنا الروبورتاج الثاني من ايكونوميا. هي الفتره فتره الصيف، فتره اعراس. كتعرف بان في المغرب كيتنظم اكثر من 300 الف عرس في السنه في المغرب. المغاربه متشبتين بالتقاليد ديال الاعراس، كيصرفوا ميزانيات قويه. الشباب في ليله العرس ديالهم يعني كيجندوا جميع الطاقات اللي عندهم على امل ان هذه الليله يعني تمر في احسن الظروف. نشوفوا هذا الروبورتاج ونعود بعد قليل. 10 الصباح في الدار البيضاء، ملكه جات من فرنسا باش تزوج بنتها هنا في المغرب.
وجات مع غيتا عند سعيد منظم الاعراس باش تكلفوا بعرس بنتها من الاول حتى الاخر. سيد سعيد اخويا حيت انايا ما عنديش تجربات ودابا قالوا لي هو اللي غيتكلف بكل شيء، او كما قال لي دابا حكى لي غادي يكون بالي هذه هي لا طوندونس الناس اللي خصها ديما ما تبقاش تصدع راسها، تمشي عند النكافه بوحدها تمشي عند الجخ بوحدها تمشي هنا وتجي هنا، والله ما تريح بالها. التريتور اللي خصو يتكلف بكل شيء. بكري كانوا يجيبوا مثلا عجله ويجيبوا الدجاج ويجيبوا الديسير ويجيبوا هذا كيتكرفسوا علينا، كيقدر ينسى الانسان الخبز، يقدر ينسى الانسان المراضع، هذا شيء طبيعي زعما غادي يكون هذه الامور. دابا حنا ولينا كنريحوا الناس بحال الدكتور ديال التخصص، كتجي عند التريتور كتريح الانسان كتقول له خويا نقدر نتكلف لك بكل شيء. باش سعيد يتكلف بكل شيء في العرس كيسول على تفاصيل كيف ما تسولوا ملكه على الثمن. شحال من طبله تكون تقريبا؟ قول شي 100 واحد ولا 120. قول 12 طبله. دابا خصك تقول لي الثمن ديال هادشي كلشي باش نعرف شحال كتقام لا طابله وشحال كتقام يعني حيت دابا الطبله بسالها بكل شيء، يعني كتطلع 7000 درهم 6500، انتم ديولي غادي نحسب لكم 6000 درهم. 6000 درهم للطبله عند سعيد، وهذا الثمن ماشي محدد حيت كيتراوح في السوق بين 2000 درهم وحتى ل 50000 درهم للطبله على حساب الميزانيه ديال كل مول العرس. بالنسبه لراحتنا حنايا كيكون مناسب، بنادم مادام غيرتاح ما غيجريش ما غيقلبش على كل واحد بوحدو، يعني هو راه ثمنه راه هو هذاك التعب ديالو داكشي راه يعني ماشي شي حاجه اللي كثر من المستوى. ثمن موالم ملكه وغيتا، وسعيد خصو يهنيهم من الصداع ديال تنظيم اهم حدث في حياه بنت ملكه. واش كاع المغاربه ولاو كيمشيو عند التريتور؟ العرس اللي كيديروا التريتور الناس اللي قادين عليه، الناس اللي هما عندهم شي حاجه صحيحه. كيمشي على حسب الامكانيات، الامكانيات كتكون ضعيفه بان كيفطلوا يديروا على السطح وبواحد زويه غاده. العرس ديال الدار كان قديم داكشي، كتكرفسوا الناس، خصك يجيب اللحام، يجيب البصلاص، يجيب سميتو، دابا ما كاين احسن من التريتور. من العادات تبدلوا بحكم هادشي اللي كنعيشوا دابا، اللي عنده الفلوس راه كيتريتي لي لابير، واللي ما عندوش راه كيعيش على قدو. من الاحسن في حقا نستعمل تريتور، تيهنيك من الاتعاب، تيهنيك من المشاكل، تيهنيك من شريه اللحم، من شريه الخضره، من شريه هذه. الارقام التقديريه كتقول بان 300,000 عرس كيدار في المغرب سنويا، وحيت نهار الزواج مهم في حياه اللي غيتزوجوا، سكينه بنت الممون سعيد بدات كتوجد العرس بنت ملكه وطلبات تشوف الحداوي رئيس فرقه موسيقيه. عندهم ان شاء الله لو 24 والناس شلوح ناس محافظين. ما كاين حتى شي مشكل، مرحبا مرحبا ان شاء الله. مرحبا اختي، ما كاين حتى شي مشكل. هاد الناس فايت خدمت لهم وقيله. ما نظنش هما قالوا لي كلمه لي بغينا سعيد. مرحبا اختي، ما كاين حتى شي مشكل، ما كاين حتى شي مشكل. لو 24 ما عندي والو ان شاء الله. ما كاين حتى شي مشكل. مرحبا. هاد الناس شلوح ناس محافظين. دونك خصني نزيد معايا شي جمهور ديال الشلح. قبل من الحفله تنكون الحمد لله بغيت نتصل بالناس، تنكون ديما خدت واحد الفكره على الناس، واش هما ديالنا من الشاويه، واش الشلوح، واش الناس من فاس، واش من مكناس، واش من خصني باش ندخل باش ننسجم معاهم. مثلا اخت دابا قالت لي الشلحه ان شاء الله غادي يجيب عندي مغني ديال الشلحه وتنيغوسي مع الناس. المشكل اللي عندنا هو تيجيك شي واحد مثلا سمسار ولا شي واحد اللي ما تعرفش الحرفه بالشكاره ديالو ما تيشرحش لك هذا الشيء. توكا ودي عندك واحد العرس تدخل انت رمانه مغمضه، تدخل تلقى الناس مثلا الريافه ولا الشلوح ولا هذه تدير داكشي اللي عندك. ملي تيكون ودي ديالنا الشلحه ولا تيكون ودي السيد اللي اتصل بيا راه ما شرحش لي. اما دابا سعيد خدا المعلومات الضروريه باش يقدر يخدم في العرس اللي عرضت عليه سكينه. كل عرس والثمن ديالو، وعلى حساب السوق الاسعار ديال الفرق الموسيقيه كتراوح بين 4000 درهم وحتى ل 20 مليون سنتيم اللي كتكون في حالات فرقه موسيقيه معروفه. بغينا غير شي ثمن يكون مناسب، فرقه تكون مزيانه وكبيره. واخا ما كاين حتى شي مشكل. السوق اللي عيطت عليا وكبرتي بيا عيطوا لي الناس انت كان زميل نديرو كان زميل. هذا هو الثمن اللي باش ما نضركش وما نضركش. راك عارفه هذيك لاطات ديال شهر 8 راك عارفه شويه كلشي. انا باش كلشي يمشي بخاطرو وتا ما نطلب لهم شي ثمن. كان زميل الله يجعل البركه. عندنا جوج كاشيات في العرس، عندنا عمر الكبير وعمر الصغير. عمر الكبير وهو الفلوس الخلاص ديال العرس، وعمر الصغير وهي الغرامه. هذيك الغرامه الحمد لله سعيد الحداوي انا تخليها للموسيقيين حتى للاخر، هما اللي تيحسبوها وتيعطوني انا مواتي ديالي بحالهم. وعمر الكبير تنخلص كل موسيقي في المستوى ديالو. هذه معروف عند الاخوه الالاتي راه ما تيتخلصش بحال اللي تيعزف الايقاع. مثلا عطيتي الكوامانجي 1000 درهم ولا 900 درهم، الالاتي تتعطي 700 درهم، والتربوكه 700 درهم، الباطور 700، على حساب العرس. وفي الوقت اللي العرس كيشكل فرصه عمل لسعيد ولفرقته الموسيقيه، كاين اللي كيستافد من الانترنت بحال نهال الجبلي
اللي كتشرف على موقع إلكتروني كيوفر عناوين ومعلومات ونصائح للشباب اللي بغاو يديروا العرس. هذا الصباح نهال عندها اجتماع تحرير مع دنيا على بعض الأمور اللي خاصها تزاد في الموقع. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour la raïsat, etc., qui sont nouvelles ou عندهم des réceptions, etc. Qu'est-ce qu'elles peuvent mettre مثلا في البلاد. دونك لاحظنا بانه فاش كنبغيو نورغانيزيو ان مارياج واخا كاينه الخاله والعمه والاخت وهذا مي كنلقاو صعوبات، كيخص الوقت، كاين ستريس، كاين بانيك، كاين بزاف د الحوايج لانه ما عندناش لي كونتاكت باش كنجبروا خصنا نعيطوا للخاله ونعيطوا الو واش كتعرفي لو تريتور. الشيب ديالنا ديريكت هما الناس اللي كيوجدوا العراسات، ولكن ماشي فقط الناس اللي كيوجدوا العراسات. واحد بغى يدير اون بتيت ريسبسيون محتاج بان تريتور، محتاج بان فلوريست، محتاج فوالا دي كونتاكت كوم سا. كيدخل لو سيت كيجبر هاد لي كونتاكت، كتجبر سميت لو تريتور، كتجبر لادريس ديالو، كتجبر لاباج فيسبوك ديالو ولا لو سيت انترنيت ديالو. من بعد كيديروا لا سيليكسيون ديالهم وكيمشيو ديريكتومون عند الناس. هادي حنا كنسهلوا عليهم. وباش هذا الموقع الالكتروني يسهل الامور على العرسان الجداد كيوفر لهم عناوين خاصه بمنظمي الاعراس، وكيقترح حتى البلايص فين يدوزوا العرسان شهر العسل، لكن ما كيقدمش الاسعار اللي كاينه في السوق. واش المشرفين على الموقع يقدروا يضمنوا صحاب العناوين اللي كيقترحوا؟ ما كنديروش لي زانترفيو مع كلشي، ما كنختاروا سادير كنمشيو مثلا لو تريتور، ما عرفتش واش يمكن نذكر الاسماء، مي كندخل مثلا كنمشيو عند دي تريتور اللي معروفين عندهم السمعه ديالهم، اللي عندهم اكسبيريونس بوندون دي زاني ايتترا. كنطرح عليه اسئله، مجموعه من الاسئله، مثلا لي طوندونس اللي كاينين اليوم بارابور الطبله العروسه شنو خصو يكون فيها ايتترا، العشاء، البوفي، المهم دي كيستيون كيم سا. هذا الموقع الالكتروني كيبقى موجه للناس اللي اغلبهم كيعرفوا يقلبوا في الانترنت. اما في حي السدري تلاقينا مع سكينه اللي جابت مليكه وغيتها حتى لعند فاطمه الزهراء النقافه باش يتفقوا معها على تفاصيل مهمه. شاب الخاطر، مرحبا بكم. دابا انا داز عندي شويه عمره وجيت باش نشوف الحوايج اللي غادي يناسبوها على حسب لاطاي ديالها. بغيتي عندي ديري كلشي لباسي ولي زاكسيسوار ولا غير لي زاكسيسوار؟ لا كلشي. بالنسبه لي زاكسيسوار ها هما كتشوفيها الابيض، هذا الحنه ولا ندخلوا الدخله رسميه ديال العماريه، هذا تا هو نخصي الابيض. هادو ديال الماكله ديال الاستقبال كتلبسهم ملي كتحت العشاء، كتلبسي اللبسه بلديه وتيدار واحد فيهم يا هذا يا هذا. لا حنا الشباب طورنا في هذا الشيء، كنخدموا مع العصريه، تنخدموه كنبداوه بتقاليده، كنبداوه مع اللي كيبداو الناس ملي تيجيو حباب العروسه وحباب العريس تيتموا داخلين، كنكونوا حنا ديجا سابقين قبل جالسين ملبسين العروسه مقادينها وداك الشيء، غير تيبداو تندخلوا كنسبقوا الحنه، كنعرف كيفاش الوالده الناس القدام وداك الشيء باقين شويه ما مأقلمينش مع لي موديل، مع الموديلات ومع الناس. وكاينه راه كتعرفني انا وكتعرف خدمتي كيفاش كنخدم وكيفاش كندير وكيفاش كنتعامل مع العريسات وكيفاش كنتفنن لهم في اللبس ديالهم. تبارك الله عندك ذوق، راه هادشي اللي باين. انا كنديرهم صحاباتي وخواتاتي كيتعاملوا معايا وكيرتاحوا ليا نفسيا. اول حاجه هي الراحه النفسيه، ماشي الخدمه هي كلشي. راه فاطمه الزهراء خدات الحرفه على امها واستثمرت فيها فلوس كثيره. ديروا خص استثمار وديما راس المال خصو يكون جديد، وشاك اني خصنا نبدلوا هادشي، كل عام خصو يتبدل هادشي. دابا شفتوا دابا العام الجاي ما غيكونش، غيكونوا موديلات اخرين، لا بالنسبه للعماريات لا بالنسبه للزاكسيسوار. بالنسبه للكيب ديالي اللي تبقى معايا ديما هو عندي لكم 20 فيها كلشي، فيها الاولاد الهزه، فيها العيالات ديال الثقال، فيها الحنه، فيها ترونسبور، فيها لي زاكسيسوار. دابا ملي مشينا عند التريتور وحكى لينا وقال لنا هاد السيده هي تخدم معاه، دابا انا مرتاحه، هو غيخدم شغله وجي صيفطنا عند النقافه حتى هي عجبنا الحال وحنا هانيين. ملكه تهنات ملي شافت النقافه واقتنعت بالثمن واللباس اللي عندها، في الوقت اللي التريتور سعيد خدمته كتبان في اعداد ماكله العرس، ودابا كيوجد العرس اخر وكيشرف على عمليه اعداد الاطباق. المهم خاص ندير الجهد ديالك، لان داك الشيء كاين واحد الوسط دابا شويه ديال الصيف ديال شهر، خص الانسان باش داكشي ما تعطلوش في الطبيعه. الامور مزيانه والكليمه خدامه، كلشي مبرد. من الطبله كومبلي رويال، لي زاميز ديالها، الورد ديالها، يعني كيكون العصير، كاطو سواري، الباطاشو ديالها، فهمتيني، كيكون شويه البريوات، شويه الحوت، يعني البرود ديال الحوت، البرود ديال الفرماج، البرود ديال الكبده، يعني كاين يعني في هاد المسائل هما اللي يكونوا. يا بخي كيكون يعني الماكله كتكون بحال دابا سلطه، من بعد السلطه كاين الحوته، من بعد الحوته كاين مثلا كيدير المشوي، حيت دابا هذا مثلا ديال الحوته وديال المشوي وديال لا سالاد وديال الكاطو سواري وديال الكلاص وديال لا طارت. شحال تقريبا لا طارت؟ الطابله تقريبا طلعت لي بشي 6500 6500، لان 6500 بعد الوقت دابا حنا خصنا كيقولوا نتماشاو مع الوقت، لان الوقت ما كترحمكش باش تطلب شي ثمن اللي كثر من الثمن هذا. وشحال من واحد كيخدم في كل عرس مع سعيد؟ هو انا عندي واحد 30 خدام ولا 40 خدام هي القليله.
هذه القليله من غير لي سيرفور كيكونوا يعني يعرفوا كيخدموا معنا حنا مع ناس اخرين يعني ملي تكون عندنا خدمه غادي يجيو يخدموا معنا يكونوا بلاصه اخرين كيمشيو يخدموا بلاصه اخرين. وحقاش لي سيرفور كيكونوا مستقلين. سعيد رسل بنتو سكينه باش تناقش معهم اخر الترتيبات ديال العرس اللي غينظموا في الليل. كي دايرين البنات بخير؟ الحمد لله بارك الله. كي غادا المومون ديالك؟ بخير فرحانين. انا ضروري خصنا نديروا اللمسات الاخيره باش نعرفوا فين وصلت الامور فين غادا شكون شي هو هذاك شنو ناقص شنو خاص ضروري اللمسات الاخيره. عندنا مسؤوليه كبيره وفيها ثمره هي بزاف ولكن هادشي كامل ما كيهمناش ولكن ليسونسيال عندنا هو ان الكليان يكون مرتاح فهمتي يعني يكون ساتيسفي هذا هو المهم عندنا. المهم هو ارضاء اصحاب العرس والمدعوين في نهار كبير والمسؤوليه ديال النجاح ديالو كيتحملوها بزاف الناس كيخدموا في الخفاء باش الامور تدوز بخير والمتزوجين يكونوا سعداء. مغامرة مالية حقيقية كيبداو بها العرسان حياتهم الأسرية ولحسن الحظ أن الأعراس في المغرب مازال كتنظم في واحد الإطار تضامني وأسري كبير. الفقرة الثالثة من البرنامج بعد الفاصل. بالمغرب 12,000 مقاولة نسائية لكن هذا الرقم ما كيعكسش الحجم ديال النسيج المقاولاتي الحقيقي في المغرب حيث أن المندوبية السامية للتخطيط كتكلم على 10,000 امرأة كتشتغل في بيتها وعندها مقاولة. باش نتعرفوا على النسيج المقاولاتي النسائي بالمغرب كنستضيفوا اليوم في ايكونوميا السيده ليلى ميارة براده رئيسه لافام اللي هو الجمعيه ديال النساء المقاولات بالمغرب. مرحبا بك. مرحبا شكرا على الدعوه. لافام فيها 550 عضوه في واحد النسيج ديال 12,000 مقاوله نسائيه. باش كتفسروا هاد التمثيليه نسبيا ضعيفه؟ نشكرك على الدعوه. جمعيه نساء المقاولات بالمغرب تاسست في سنه 2000 من طرف سيدات اللي كانوا كيامنوا بالقدرات ديال النساء كيامنوا بالفعاليات ديال النساء بالامكانيات ديالهم واللي خاضوا هذه التجربه لان ماشي سهل باش تاسس جمعيه ديال النساء المقاولات. منهم سلوى القرقري منهم سعيده العمراني منهم مريم بن صالح. وكانت الجمعيه كتضم واحد 50 ولا 60 عضوه. الان الحمد لله 550 عضوه. هذا رقم بالنسبه لنا احنا مشرف ماشي ضئيل بالنسبه ل 12,000 شركه ولكن ما نساوش بان كاين جمعيات اخرى وباننا احنا في صدد الاستراتيجيه ديالنا ديال هذا الموندا قررنا تحسين الخدمات المقدمه للنساء. نعم. المنخرطات. على ذكر الموندا يعني فتره الانتداب يعني كل مراه مقاوله على راس هاد لافام مده 3 سنين وكل وحده يعني كل مقاوله عندها واحد البرنامج عندها واحد الرؤيه. انت شنو هي البرنامج ديالك وشنو هي الرؤيه ديالك بالنسبه للمقاوله النسائيه في هاد 3 سنين علما انك بديتي سنه؟ بديت سنه هذه جوستومون الرؤيه ديالي ان تحسين الخدمات المنخرطات لانه حنا كنعملوا في الجمعيه كشركه عندنا زبناء وعندنا موردين. اذا خص تنعملوا بغينا نعملوا في واحد العلاقه ديال زبون مورد بالنسبه للاعضاء ديالنا لانه كاين جمعيات اخرى والنساء ديالنا يمكن لهم يمشيو لجمعيات اخرين لانه الان كاين جمعيات نسائيه اخرى كاين جمعيات حقوقيه كاين جمعيات اجتماعيه. اذا انخرط في لافام بالنسبه للمقاولات النساء اش كيكلفهم؟ واش كاين شي التزامات ماليه؟ واش كاين شي التزامات يعني كاعضاء في هذا لافام؟ الالتزامات ماليه انا بالنسبه لي ماشي هي المهم. 1500 درهم في السنه كيكلفهم ما عندهمش التزام ولكن زعما كاين التزام معنوي لان خص الحضور خص الامبليكاسيون خص المساعده لانه عندنا برامج وتنعولوا على النساء منخرطات باش يعاونونا في. علاش سولتك على الالتزام المالي؟ لان ربما كنعرفوا النسيج المقاولاتي النسائي هو واحد النسيج مكون واحد المقاولات مجهريه صغيره بزاف وربما تلقى واحد المراه عندها واحد البرودوي تيغوار ولا عندها واحد التعاونيه ديال النسيج وكتخدم في النسيج او في الطرز ربما ان ما كيكونش عندها واحد الجهد مالي ربما انها حتى كتحشم انها تمشي ربما لافام. واش حتى هذا النسيج هذا مدعو انه ينخرط في لافام؟
احنا كان المقاولات الصغرى، المقاولات المتوسطه، الكبيره ولا جد الصغرى، كلهم اعضاء في لافام. ما عندناش واحد لو بروفيل تيب، ولكن زعما كنرحبوا باي واحد، غير المقاولات جد صغرى لا، لان خص على الاقل يكون واحد لو ستاتيو، يكون واحد لو ستاتيو عند هاد المقاوله، انها تكون على الاقل ريسبونسابيلتي ليميتي ولا سوسيتي انونيم ولا شي حاجه. ما كناخذوش الا كان الانسان خدام غير نفسه. داكشي علاش تكلمتي قبيله على 100,000 سيده اللي هي كتشتغل في المنزل ديالها وفي الانفورمال في القطاع الغير المهيكل. وهادو حنا من الاهداف ديالنا اننا نحاولوا نحسوهم بسميتو، نحسوهم باش يجيو عندنا الجمعيه ديالنا، باش يكون واحد الهيكله ديال اذا شنو الامتيازات اللي كتقترحوا عليهم مثلا؟ الامتيازات ان كاين تكوين، كاين تاطير، كاين الاعلام، كاين التشبيك، لانه حنا 550 سيده راه الى غير تشتغلنا بعضياتنا. هذه الشبكه هذه راه مهمه بزاف. كاين التشبيك، كاين تطوير الاعمال والمعاملات ما بين الاعضاء، كاين تشبيك مع شبكات اخرى عالميه. لانه كاين دراسات خارجيه، كاين شركاء ديالنا اللي دايرين فينا الثقه واللي كنمشيو عندهم كيجيو عندنا في دورات تعليميه، دورات تكوينيه. على مستوى المقاوله في حد ذاتها ووجودها، كنشوفوا بان سنه 2013 و2012 كانت سنه صعيبه اقتصاديا. واش اثرت على المقاوله النسائيه؟ علما ان الرقم ديال 23 مقاوله نسائيه فقط اللي تحدثت في 2013، واش كتشوفوا بان هذا الرقم نسبيا كيبقى ايجابي بالنسبه للواقع ديال المقاوله في المغرب بصفه عامه؟ وهو الان حنا كنعيشوا واحد الظرفيه خاصه، كنعيشوا واحد الظرفيه اللي هي حاده بالنسبه للازمه الاقتصاديه، لا محليا ولا عالميا. اذا ملي كنهضر على المقاوله، ماشي هذه الازمه ماشي غير على المقاوله الرجاليه ولا النسائيه، هي على المقاوله بصفه عامه. وتنظن بانه حنا كمقاولات نسائيه بالعكس خصنا هذه الازمه هذه خصنا نستافدوا منها، وخصنا نغتنموا الفرص اللي كتمنحنا الازمه. لان بعض المرات الازمه راه بعض المرات كتجلب واحد كتخلق حوافز لانه خصك تكيف، خصك الحداثه، خصك تبدل يمكن كاع الاكتيفيتي ديال كلها باش تكيف مع الواقع ديال مع الارضيه ديال الان. في 2013 وقعتوا اتفاق مع صندوق الضمان المركزي بموجبه المراه المقاوله تحصل على واحد الضمانه من الدوله ديال 80% على القروض اللي تاخذها، اللي ممكن توصل للمليون ديال الدرهم. يعني هذا ماشي نوع من الحمايه للمقاوله النسائيه في المغرب؟ النوع ماشي الحمايه، تنظن ديسكريميناسيون بوزيتيف شويه، لانه حنا تمييز ايجابي، لان حنا كنطالبوا بهذا الشيء من هذه السنين. كنطالبوا بانه النساء يكون عندهم واحد لو فون دو غارونتي ديالهم. والان هذا العام هذه السنه تحققت هذه الامنيه هذه، والحمد لله كاين ملفات اللي هما خداو القروض، كاين نساء اللي خداو القروض. شحال تقريبا النسبه ديال النساء كاين هي على نطاق صندوق الضمان المركزي كيتكلموا على 90 ملف اللي هو داز في القروض، لان كاين شركات اللي كتلعب الدور، كاين ابناك اللي كتلعب هذا الدور الان باش تمنح القروض اللي كيلعبوا هذا الدور. وحنا كتواكب هذا المشروع، لان الدوله كتعطيك 80% ديال الضمانات، ولكن خص الابناك. وهذه ايضا ثقه في المراه، لان كيعرفوا ان المراه ما كتاخذش شي مشروع كتشبت بالنجاح ديالو، حتى يعني الدوله تشجعت وصاحبتها في 80% يعني ديال لي ريسك ديال القروض ديالها، ربما عارفه بان المراه قاده انها لان الدوله شافت بالنسبه للميكرو كريدي، بالنسبه للميكرو كريدي الدوله شافت بان تبين لها بانه السيدات عندهم تقريبا 100% ديال الرد ديال القروض ديالهم. عندهم زعما الكلمه هي الكلمه، عندهم الوقت هو الوقت، كيحرصوا على النجاح ديال المقاولة ديالهم، وكيحرصوا على النتيجه. اللي تعطاتها 5000 درهم كتنميها ل 10000 درهم، واللي تعطاتها 10000 كتنميها. وماذا عن الصفقات العموميه؟ واش سهل على المراه انها تدخل الصفقات العموميه؟
الصفقات العموميه تنظن بان اليوم خصنا نتكلموا على ديمقراطات الصفقات العموميه، لان كنعرفوا بانه القطاع العمومي هو اللي كيعطي اكثر عدد من الصفقات، اكثر من 80%. اذا حنا كنطالبوا كمؤسسات كشركات، راه في لو تيسيو ايكونومي كاينين مقاولات صغرى جد صغرى، هذا كنطالبوا بانه واحد النسبه مئويه تخصص الصفقات العموميه، تخصص حتى السيدات وما تخصص كاع الشركات على العموم، ولكن المقاولات النسائيه على الخصوص. يعني مطلب نسائي بتخصيص نسبه من الصفقات العموميه لفائده النساء المقاولات، بالاضافه ل 20% اللي خصها قانون الماليه لي بي ام بي. سي سا، نسبه اضافيه، وحتى 20% بغينا نشوفوا على ارضيه الواقع، لان مازال ما شفناش على ارضيه الواقع. كيف تتعامل الحكومه مع المقاوله النسائيه بصفه عامه ومع المراه يعني المقاوله؟ حنا في الحقيقه كاين واحد الانفتاح، ما شفنا بانه كاين تعامل جد ايجابي بالنسبه لهاد لا سيناتور مع الصندوق المركزي، بالنسبه لنا ايجابيه في سنه 2013. بالنسبه لا بي ام الوكاله ديال المقاولات الصغرى والمتوسطه، حتى هي كاين واحد الانسجام معها، كاين واحد العمل الجمعوي معها جماعي، لان كنشتغلوا حنا اوني دي غولي لا فام، حنا كنمثلوا دي غولي، لانه كنحاولوا نحسوا المنخرطات ديالنا بهذه البرامج اللي كاينه، لانه كيف ما قلت لك بعض المرات الخبر ما كيوصلش. دونك حنا كنحسوا المنخرطات ديالنا بان بهذه البرامج، وكنحاولوا نساعدوهم باش يصوبوا الملفات ديالهم باش يطلعوهم بالنسبه نعم. المراه المغربيه برهنات على قدرتها في انجاح المقاولات ديالها، ولكن مدى قدرتها على اختراق الاسواق، على انها تكون يعني مبتكره في المشاريع ديالها وتكون مقاوله مصدره، لان كنشوفوا الارقام يعني كاين واحد النوع ديال الضعف على هذا المستوى ديال التصدير. كيفاش كتعملوا يعني في هذا الموندا ديالكم؟ واش كاين شي برنامج من اجل يعني ان نقولوا للمراه المقاوله باش تمشي للاسواق وتغامر ربما ايضا؟ المستقبل بالنسبه لنا هو افريقيا، والهدف ديالنا هو توطيد العلاقات وخلق شراكه فعاله وبناءه مع شركات افريقيه، اما استثمار عندهم ولا عندنا عن طريق جوين فانتشر ولا شراكه في البيزنس. نعم. وفحنا في هذا البعد يعني الدولي، لا فام مقبله على حدث كبير، انها غادي تنظم يعني مؤتمر عالمي غادي تجي له 800 مقاوله يعني نسائيه من العالم. هذا الحدث كيذكرنا بالحدث ديال 2005 الناجح، واليوم غادي يكون في مراكش. ماذا عن هذا الحدث؟ الحدث بالنسبه لنا حنايا املنا فيه كبير، لانه في هذه الظرفيه الحاليه وفي هذه الازمه وفي هذه التقلبات اللي كتعرفها المنطقه، حنا بغينا نبرهنوا بان المغرب كيبقى بلد منفتح على الثقافات الاخرى، بلد منفتح على الاستثمارات الخارجيه، بلد كيشجع المقاوله ككل والمقاوله النسائيه على الخصوص. وبغينا هاد 800 امراه غادي يجيو النساء غادي يجيو لمراكش، بغينا نديروا معاهم شراكات عمل. 70 بلد كاين من 70 بلد خارجي، لانه هذه ما نساوش بان هذه الدوره 61 لانه الجمعيه ديال النساء المقاولات العالميات تخلقت في 1945. اذا هذا كل عام كيكون مؤتمر في دوله، وهذا العام المغرب تختار لانه لحسن الضيافه ديالو، الصيت اللي عنده ولا لكن ماذا سنستفيد من المؤتمر بهذا الحجم؟ هل هناك شراكات يعني في الافق؟ هل هناك بي تو بي يعني انه مفاوضات ثنائيه يعني في قطاعيه او بين بلدان معينه في هذا المؤتمر؟ بالنسبه لنا هذا هو الهدف، لانه الهدف ماشي بيان سور الناس غادي يجيو يديروا سياحه شويه، ولكن الهدف الاول والكبير هو انه هاد النساء غادي يجيو باش يقيموا شراكات مع النساء المغربيات. وكيف ما قلتي المغرب لانه بوابه على افريقيا وبوابه على اوروبا وبوابه على امريكا اللاتينيه، الان بغينا نخلقوا شراكات مع هاد النساء هادو في العالم كله، ولا يمكن لنا كاع نجعلوا من المغرب هب ريجيونال. بحال دابا كاع في شركه في المثل امريكا اللاتينيه بغات تمشي لافريقيا، يمكن لها تدوز على شركه مغربيه ممر اساسي لان عندنا موقع استراتيجي وعندنا قدرات اليوم، وكاين طاقات وكاين قطاعات اللي تيمكن لنا
نصدروها، قطاعات اليوم ديال التكوين في المثال، قطاعات ديال الحداثه، قطاعات ديال الطاقه، اوفشورين، قطاعات ديال البنيه التحتيه. هادشي كله تيمكننا حنا نصدروه لافريقيا في المثال، ولا تيمكننا نشتغلوا اون جوين فينتشر مع شركات اوروبيه ولا امريكيه لاستقطاب حتى التجربه ديالهم وباش نتعلموا منهم وباش تكون لو ترانسفير تكنولوجيك حتى هو اللي يمكن لنا من بعد نديوه لافريقيا. ليلى ميارة براده، كنتمنى لك التوفيق في هذه الفتره ديال الانتداب 3 سنين على راس لافام. رساله اخيره بمناسبه هذا المؤتمر؟ الدعوة عامة ومفتوحة، وتنتمنى بأنه المغاربة يجيو بكثرة باش يشرفوا المغرب ويهزوا راس المغرب والراية ديال المغرب بالنسبة للعالم والدول اللي غادي نستقبلوها إن شاء الله. بالتوفيق وشكرا. شكرا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة ووفائكم برنامج إيكونوميا. بقية أوقات ممتعة مع برامج الأولى.